مساء الفل. خلونا كده نشوف الكومنت ده بيقول ايه كده مع بعض. يا احمد، انا جبت كتاب اسمه مخطوطة اسحاق. حلو. ولما قراته للاسف ما كنتش اعرف ان حياتي وبيتي هيتقلبوا الجحيم، وقصته طويله ومخيفه وغامضه. فلو تعرف الكتاب ده فاتمنى انك انت تطلع وتتكلم عنه. من عينيا الاتنين يا روي. ارمي ده على جنب بقى كده. تعالوا لي بقى هنا. هو يعني ايه كتاب يخلي حياه بني ادم تتحول لجحيم؟ وليه في ناس بتقول ان اللي بيقراه ممكن يموت؟ الفيديو ده يا صديقي العزيز هقول لك على كل حاجه الناس اتكلمت عنها عن الكتاب ده. مبدئيا مفيش اي مصدر ديني او رسمي اتكلم عن وجود كتاب فعلي اسمه مخطوطة إسحاق، لكن بداية ظهوره على الإنترنت كانت في منتديات الرعب والسحر. وفي قصص بتقول إن اللي كتب المخطوطة دي واحد يهودي اسمه إسحاق بن شاؤول، وإن الشخص ده كان على اتصال مباشر بالجن. حلو قوي، إحنا كده عرفنا أصل الكتاب. إيه بقى محتوى الكتاب ذات نفسه؟ شوت الإسبريسو بتاعك وخلينا نكمل الفيديو. بيقول لك بقى إن الكتاب فيه طلاسم وتعاويذ بيخلوك تقدر تتواصل مع العالم السفلي، وكمان فيه تعاويذ بتتحكم في حياة الناس. والحلو دايما ما بيكملش، إن في تعاويذ معينه بتطلب منك انك انت تقدم قربان للجن اللي هينفذ لك الخدمه بتاعتك. بس انت عارف يعني قربان اللي انت هتقدمه مش قربان عادي، قربان بشري. في شهود على الكلام ده بيقولوا ان هم حسوا بحاجه غريبه في بيتهم، وان حياتهم اتحولت لجحيم زي رويده اللي كانت كاتبه الكومنت. طب الكتاب اصلا حقيقي ولا مجرد خرافه؟ لحد النهارده مفيش اي صوره واضحه او نسخه موثقه من اصل الكتاب. بس في حاجه مهمه خليني اقولها، في كتب مش لازم تفتحها، مش عشان انت مش هتفهمها، عشان انت مش هتلحق انك انت تقفلها، ومش هتلحق تقفل الابواب اللي انت فتحتها. لو انتوا تعرفوا حد قرأ الكتاب ده او حد حصل له حاجه بسببه، ممكن تشاركونا الاجابه بتاعتكم في الكومنتات. بس كده، واخيرا انا احمد شكر، وحكايتي دايما في انتظاركم.